بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف النصر. أهلا بحضراتكم. طبعا ده فيديو مباشرة بعد فوز منتخب كوت ديفوار على منتخب مالي. للأسف الشديد أليو ديانج خرجوا من البطولة في دور الثمانية، دور ربع النهائي، ووصلت صاحبة الأرض اللي هي كوت ديفوار ساحل العاج إلى الدور قبل النهائي، بعد ما وصلت منذ أمس اللي هي جنوب أفريقيا، اللي وصلت الكونغو الديمقراطية ونيجيريا. طبعا نيجيريا من الأول صراحة، من الدور الأول هي باينة أن هي متفوقة على كل الفرق، ولكن كوت ديفوار النهارده عملته إعجاز. مغلوبين 1-0 لغاية الدقيقة 90 ومطرود منهم لاعب في الدقيقة 90. أول ما رفع الحكم الرابع الوقت بدل الضائع، راحوا جايبين جون، اتعادلوا 1-1. لجأنا إلى إيه؟ إلى الوقت الإضافي. الشوط الأول الإضافي خلص 1-1 زي ما احنا. في الشوط الثاني الإضافي الشوط كله سايبينه، وجايين عند الدقيقة 120 في آخر دقيقة حامل الراية رفع، والحكم الرابع دقيقة واحدة وقت بدل ضائع، أول ما رفع راحوا جايبين الجول الثاني، وطبعا مش مصدقين نفسهم. فهي كوت ديفوار، أنا بصراحة ربنا زعلت على مالي، لأنه إليو ديانج طبعا لاعبنا المميز، ومع إنه قاعد احتياطي بس كنا نتمنى إنهم يصعدوا يعني. وبعد كده أنا من جوايا بحب كوت ديفوار، بحب كورة كوت ديفوار، بحب زي في أوروبا منتخب هولندا. وسبحان الله يعني الاثنين بيلبسوا زي بعض، اللون البرتقالي ده لذيذ، عامل زي الإسماعيلي في مصر زمان. طبعا الإسماعيلي زمان كان أحلى فرقة تتفرج عليها كورة، تمتعك بالكورة حتى لو ما خدتش البطولة. ولذلك هولندا تصعد للنهائي وما تاخدش البطولة في أغلب البطولات، مع إنه منتخب هولندا ده من أجمل منتخب وأحلى منتخب يلعب كورة تمتعك. كوت ديفوار نفس الحكاية في أفريقيا، تمتعك كورة صراحة من بدري، من زمان يعني، من احنا صغيرين كان في يوسف فوفانا ومش عارف ناس كثيرة، طبعا الواحد مش متذكر اخرهم. طبعا كان يايا توريه والجيل بتاع يايا توريه، مع انه ما خدوش بطولات. بتهيألي اخذوا بطولة في 2002 2012 باين ولا 2013 ايام، طبعا احنا كنا في الثورة وكنا في المهم دلوقتي في المربع الذهبي وصلوا 3: نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار. فاضل الرابع، بعد قليل ستبدأ مباراة جنوب أفريقيا مع الرأس الأخضر أو كاب فيردي، فهنشوف جنوب أفريقيا هتعمل إيه. وبنتمنى البرسيتاو الصعود إن شاء الله. ابننا برسيتاو في إيه؟ النصر السعودي. عايزين نتكلم على مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي، شفناها طبعا امبارح. كان امبارح ولا أول امبارح؟ أول امبارح. والله الذاكرة مش بتسعف. المهم يعني مباراة ممتعة في أهدافها. طبعا خلصت 6-0 لنادي النصر السعودي، ولكن يعني هي فرحة؟ لا مش فرحة، أنا استمتعت بالمباراة، ماشي استمتعت بالمباراة تمام 100. هم جايبين انتر ميامي وعاملين بطولة طبعا كلها دعاية، بطولة دعائية، كلها دعاية لموسم الرياض. طبعا فلوس 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 فلوس، وكل حاجة بفلوسنا. بس في حاجات ضايقتني جدا جدا جدا. يعني انت النهارده طالب ميسي يلعب، ومجبر ان كاتب في شرط التعاقد ان ميسي يلعب، فميسي نزل امتى؟ نزل في الدقيقة 85. يعني هيلعب كم دقيقة؟ يعني هيلعب 5 دقائق، ويقول 5 دقائق وقت بدل ضائع. هيعمل ايه؟ ولا هيعمل حاجة، ونازل 6-0 بعد ما جابوا 6-0. بصراحة نادي النصر بيلعب، ونادي انتر ميامي مشكلته عواجيز مش قادرين يجروا، اللياقة البدنية فارقة جامد جامد جامد. ده 6-0 مع الرأفة، يعني 6-0 ده مع الرأفة.
لو تكلمنا فنيا ككورة. لكن هو كل الموضوع دعاية، فجايبين الفريق اللي فيه ميسي وفي كاسيميرو ولا مين اللي بتاع، لا الفريق بتاع انتر ميامي، في اللاعب بتاع برشلونة اللي كان في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وكذا واحد من اللعيبة وجوردي ألبا، بس مش كبروا، سنهم كبير، ده كلهم فوق الثلاثينات، ده عاملين زي منتخب مصر في بطولة أفريقيا، كلهم كبار ما ينفعوش. فهي وسواريز طبعا ايوه زي ما يوسف بيقول. فهي سبحان الله دعايه، بس كله بفلوسي. طب ودي شويه فلوس للجماعه الغلابه اللي عمالين يتحاربوا دول، اديهم فلوس. انت النهارده الدول العربيه دي حسبي الله ونعم الوكيل، كلنا حسبنا الله. اللي في فلسطين حسبهم الله، حسبنا الله، هو مولانا ونعم الوكيل. وقالها لهم الملثم من كم يوم، طلع وقال لهم واحنا حسبنا الله هو مولانا ونعم الوكيل باللفظ. فهو الرجل ما هيعمل ايه يعني؟ كتر الف خيرهم انهم اصلا عايشين في الحياه، وكل يوم ضرب. طبعا امريكا بتمد الجماعه دول بالسلاح والذخيره، وبتوعنا مش لاقيين غلابه. طب ما انت اديهم حتى $1,000,000 ولا حاجة يمشوا نفسهم، ولا يجيبوا بيها أي حاجة، عيش مش لاقيين. ده بيعملوا علف، بيطحنوا علف البهائم أعزكم الله، بيطحنوه ويعملوا منه عيش. حرام ولا حلال أنت سايبهم كده وعمال تصرف لي في ملايين ومليارات الدولارات في حاجات؟ موسم الرياض إيه؟ طبعا مش هم بس يعني، هم ولا الإمارات ولا يعني سواء السعودية ولا الإمارات ولا ده. وبعدين في موقف تاني ضايقني في مباراة النصر دي، يعني النهارده تركي آل شيخ طالع يقول للناس ان احنا كل حاجة مشينا بالفلوس. طب ده كلام. طب يا اخي اذا بليتم فاستتروا، بس صح، اذا لم تستحي فافعل ما شئت. نفس الكلام ده كان عايز يفرضه على النادي الاهلي لما كان مدينه الرئاسة الشرفية. وللأسف الشديد الكابتن الكبير الأسطورة محمود الخطيب كان سايبه يبرطع لغاية ما الجمهور هو اللي هاج عليه وقال لا احنا ما فيش حد يتحكم في الأهلي، النادي الأهلي فوق كل حد، الأهلي فوق الجميع، مش كلمة سهلة. فاضطروا انهم يفسخوا العقد اللي بينهم وبينه، ولا اللي هو سحبوا منه الرئاسة الشرفية، ما بقاش رئيس شرفي للنادي الاهلي خلاص. طبعا هم كانوا عاملينه زي رحمه الله الملك فيصل بن عبد العزيز، بس فيصل لا، هو في حد زي فيصل بن عبد العزيز ما كانش بيقول انا عملت وانا سويت، لكن ده طالع يقول انا بعمل وهسوي وهجيب. ولما قال هجيب لكم مدرب عالمي، طالع تقول مدرب عالمي، اللي في النادي لسه ما قالوش، انت بتعلن قبل ما النادي يعلن. فراحوا سحبوا من الرئاسة الشرفية، ومن يومها هو ابتدى يدفع الفلوس لبيراميدز وأسس نادي بيراميدز، وهو اللي مخلي البيراميدز لغاية دلوقتي عايز ينافس النادي الأهلي. ولكن هيهات عمره ما هيقدر ينافس النادي الأهلي ولا تركي آل شيخ ولا السعودية كلها، لأن الأهلي فكرة زي ما قال الكابتن القدير طبعا ربنا يديله الصحة وطولة العمر، الكابتن عادل القيعي وإبراهيم المنيسي، دائما يقول لك كده الأهلي فكرة، والفكرة عمرها ما تموت، ولا حد يقدر يجي عليها. ولذلك الأهلي فوق الجميع فعلا، فوق جميع أبنائه وفوق جميع محبيه وفوق تركي آل شيخ شخصيا. طال عمره ربنا يديله العمر. واحنا طبعا ما بنتمناش حاجة وحشة لحد يعني. بس بمناسبة ده اتصاب اسمه وسام أبو علي بتاع النادي الأهلي، طلعوا الزملكاوية على الفيسبوك وعلى منصة ووسائل التواصل الاجتماعي شمتانين في وسام أبو علي. وقبل كده برضه شمتوا في مين؟ شمتوا في إمام عاشور لما اتصاب، وده لدرجة إن واحد فيهم قال يا رب يجيله صليبي. أنت تتمنى الشر للناس حتى لو يا أخي ضدك، يعني أنت الواحد والله اللعيبة بيحبوا بعض وأصحاب بعض، يعني منافسه ما بيتمنلوش حاجة وحشة. أنت كجمهور
جمهور نادي الزمالك بيقول وبيدعوا ان ده يجي له صليبي ولا ده يعيا، بتشمته في المرض. لا حول ولا قوة الا بالله. الشماتة في المرض عيب 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 عيب. ولكن شوف النهارده اتصاب من نادي الزمالك في التدريب اللاعب العائد من الإصابة يا دوب مالوش مكملش شهر، محمود حمدي الونش، راجل محترم، راجل محترم وكل الأهلاوية بيحبوه. شوف انت خش كده على الفيسبوك ولا خش على تويتر ولا خش على اي موقع من المواقع دي، عمرك ما هتلقى واحد اهلاوي بيتمنى له الشر، لا كله بيتمنى له الخير وكله زعلان عليه، الاهلاويه قبل الزملكاويه. والله انا ما دخلت على واحد في اي منصه الا لو لقيته بيدعي يا رب اشفيه ويا رب يتم له الشفاء وان شاء الله ما تكونش اصابه كبيره وباذن الله يرجع بالسلام. هذا هو ده الاهلي، هو ده الفرق بين الاهلي والزمالك. الاهلي اخلاق عاليه وما يتمناش الضرر لحد. انا العب معاك منافس لكن ما اكسركش، اخش برجوله لكن ما اتمنى ان انت تتصاب ولا يجي لك رباط صليبي ولا حاجه زي كده. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونستنى ان شاء الله، ننتظر نشوف جنوب افريقيا هتعمل ايه مع بيرسي تاو ليكتمل المربع الذهبي بعد وصول كوت ديفوار ومن قبله الراس اللي هو الكونغو الديمقراطيه. يا جدع تفكرني والله العظيم الواحد بينسى. الكونغو الديمقراطيه ونيجيريا، 3 منتخبات طبعا عريقه. طبعا الكونغو الديمقراطيه دي اللي هي كانت زئير زمان واخده البطوله قبل كده، ونيجيريا خدت البطوله قبل كده، وكوت ديفوار واخده البطوله قبل كده. هل هيعملها جنوب افريقيا ويفوز على الراس الاخضر؟ ما جنوب افريقيا واخده البطوله قبل كده لو نفتكر في 96 ايام دكتور كمال واسمه ايه الثاني بيير عيسى، وكانوا جيل حلو في جنوب افريقيا لما عملوا البطوله في ارضهم في جنوب افريقيا. كانت في جوهانسبرج ومدن جنوب افريقيا. وطبعا استضافت بطوله حلوه كانت في 96 احنا اتغلبنا فيها وطلعنا. هم كملوا وخدوا البطوله في 96 انا فاكر هذه، لانه من قبلها بتهيألي ما كانش عندهم بطولات بتتاسس، لانهم كانوا عندهم حرب برضه. ما هو ولذلك انا احيي جنوب افريقيا واتمنى جنوب افريقيا تصعد، مش عشان الراس الاخضر وحشه، لا عشان جنوب افريقيا وموقفها مع فلسطين ومع القضيه الفلسطينيه ورفع قضيه في مجلس الامن ضد الكيان الصهيوني اللي عمال يحارب وعمال يدمر وعمال يقصف اخواننا في فلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالدولة الوحيدة اللي في العالم قدرت توقف ضد الكيان الصهيوني المحتل ده وامريكا هي مين؟ هي جنوب افريقيا. وفاكرين احنا المحامين بتوعهم لما ترافعوا وعايزين يطلبوا ان الكيان الصهيوني ده لازم يتحسب من مجرمين الحرب. اما ليه لازم؟ هو المفروض كده. وادانوا الدولة اللقيطة دي انها بتعمل اسمه ايه هو ابادة جماعية، واللي بيعمل ابادة جماعية بتقام عليه طبعا بتاع ده دعاوي كثيرة وبتفرض عليه عقوبات من المجلس الامن والكيانات الدولية كلها. طبعا هو كله كلام، لان اللي عايزاه امريكا هو اللي بيحصل في الاخر، وعاملين فيتو ومش فيتو كلام فاضي. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الاخير اتمنى جنوب افريقيا تفوز على الراس الاخضر وتاخذ البطوله دي لموقفها السياسي. طبعا احنا ما بنتكلمش في السياسه بس عشان اخواتنا العرب، عشان اخواتنا في فلسطين، اخواتنا في السودان، نتمنى لهم كل خير ان شاء الله، وكلهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكونوا في افضل حال واحوالهم تتحسن ان شاء الله يا رب العالمين بفضل من الله تعالى ورحمته علينا وعليهم، وان شاء الله يكونوا كويسين. لانه دول فعلا حتى احنا بالنسبه لمصر غزه وفلسطين دي كانت جزء من مصر، زي السودان كانت جزء من مصر. مش كانت مصر والسودان حاجه واحده قبل الثوره بتاعت عبد الناصر والكلام ده؟ كان ايام الاحتلال اللي هو الاحتلال الانجليزي لما كانوا جايبين العثمانيين والاتراك عايشين في مصر، كانت مصر والسودان حته واحده. بعد كده لما عرض عليهم
عبد الناصر تنفصل ولا تفضلوا معانا بعد الثورة؟ قالوا لا ننفصل، وانفصلوا. وبعد كده بقوا اثنين سودان، السودان اللي فوق الشمالية القريبة مننا، وجنوب السودان بقوا الدولة الوحيدة، بقوا دولتين، في السودان وفي جنوب السودان. طبعا جنوب السودان هم الأخوة المسيحيين اللي هم تبع أفريقيا الوسطى، اللي هي الجزء الحار جدا 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 في على خط الاستواء وتحت خط الاستواء. المهم يعني مش عايزين نخش في السياسة والكلام ده، المهم نتمنى جنوب أفريقيا تصعد للمربع الذهبي بعد قليل إن شاء الله. نتمنى كل الخير، ونتمنى تدعوا لإخواننا في فلسطين، ونتمنى تدعوا كمان الله يرحمه ورحمه الله الكابتن والأستاذ العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي طبعا السابق، خلاص الله يرحمه ويحسن إليه، ربنا يغفر له ويرحمه ويرحم أمواتنا جميعا. وندعو بالدعاء الأخير: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.